عمرك سألت نفسك احنا ليه بنشهق على الملوخية؟ طب عمرك سألت احنا ازاي عرفنا ان الملوخية دي بتتاكل؟ طب ليه ما كلناهاش عادي زي الجرجير؟ تعال احكي. الملوخية انواع، في اللي بيحبها مع الرز، وفي اللي بيحبها بالارانب، وفي اللي بياكلها بالجمبري، واخواتنا في النوبة بياكلوها بالبيض. الملوخية بقى بدأت من العصر الفرعوني، والله، والمصريين القدماء كانوا بيقولوا عليها خيا، يعني النبات السام، ولما الهكسوس جم اجبروا المصريين ياكلوها عشان يخلصوا منهم، بس المصريين طبعا جامدين. اتفضلوا. الله يخليك، وجبك وصل. لا ايه ده، في تبن غليظ، ايه ده؟ ايه الاخضر ده بيحش نجيله. ولما كلوها عرفوا ان طعمها حلو قوي ومش سامه زي ما كان بيتقال، فبقت اكله رسميه لكل المصريين لحد ما وصلنا للعصر الفاطمي، لما المعز لدين الله الفاطمي جاله مرض في المعده والدكتور بتاعه رشح له الملوخيه عشان فيها الياف، فتعتبر ملطف وملين طبيعي. بس بعدها قرر انه يمنع اكل الملوخيه عن الشعب عشان يتغير اسمها للملوكية، وده عشان محدش كان بياكلها غيره هو والملوك اللي تبعه. بس ما سألتوش ليه بنشهق عليها؟ يعني لو ما عملناش كده هتزعل؟ طيب انا هصالحك عليها. على سرايا اللي جاب سيره سرايا. نفس العصر الفاطمي الملوكية اتأخرت عن الملك، فأمر جنوده انهم يروحوا يستعجلوا الطباخ، بس لما الملك فاض بيه أمر جنوده إنهم يروحوا يطيروا رقبته. فأول لما الطباخ كان في إيده التقلية وشاف الحراس بسيوفهم راح شهق وطيروا راسه بعديها على طول، وراحوا واخدين الملوخية وودوها للملك، وكان طعمها حلو جدا غير أي مرة. فالملك سألهم هو إيه المختلف المرة دي؟ قالوا له ما نعرفش، إحنا قبل ما نقطع راسه شهق، فاتربطت الشهقة دي بانها اللي بتخلي الملوخيه طعمها حلو. انتوا بقى بتشهقوا على الملوخيه ولا ما بتشهقوش؟